با 4 ملايين حبة تاع صاروخ كانت موجهة للاستهلاك في الجزائر. أكبر عملية توقيف لمروجي مخدرات في الجزائر، بل عالمية. هذا محاولة، هذا عملية القبض على هذا المجرمين اللي يحاولوا كما راكم تشوفوا خبئوا هذا السلعة هذه، هذا الوسخ هذا، بإحكام في الشاحنات، شاحنات عادية لنقل البضائع كما راكم تشوفوا. خبئوا فيها هذه السموم اللي كانت راح تروح للاستهلاك للأسف لشبابنا اللي أكثر من عقدين من الزمن. هذه المهلوسات فزدت وخمجت الشارع الجزائري للأسف. تحية كبيرة وهو حقكم للأمن الجزائري لهذه العملية وإحباط العملية النوعية اللي قلت، لإحباط هذه السموم. كما راكم تشوفوا 4 ملايين حبة بقيمة سوقية تفوق مليارات الدولارات. راكم تشوفوا فيهم حكموا الأفراد تاع العصابة هذه 13 وما زال 7 في حالة فرار. الجماعة هذه كانت تهرب هذه المواد عبر الصحراء وعبر طرق سرية في شاحنات مخبأة بإحكام. ألف تحية لأعوان الأمن اللي داروا هذه العملية النوعية، وفريمون برافو.